تويوتا لما قالت تبعد عن التصميمات الممله في كرولا وتنتقل للمستقبليه دخلت فيها بدماغها. مصمم ايساوا اللي عمل العربيه ديت قال ايه بقى عنها؟ احنا ناويين نعمل اتجاه جديد في فئه الكروس اوفر الناميه، ولذلك قررنا نسيب حاجه استثنائيه ولها شخصيتها المستقله. احنا كمصريين اول ما بنسمع كلمه تويوتا بيجي في دماغنا حاجه واحده بس، تويوتا الكورولا الجمل اللي ما فيهاش ولا ميزه غير انها اعتماديه وبعيده كل البعد عن التصميمات. تويوتا قررت تنهي الموضوع ده وخصوصا في فئه الكروس اوفر الناميه جديد، وقررت تنتقل لمرحله جديده تماما وهي التصميمات المستقبليه او الفيوتشرستيك ديزاينز، ونزلت بالتويوتا سي اتش ار. سي اتش ار المفروض اساسا انها بتنافس النيسان جوك والنيسان القشقاي، ولكن الفئه السعريه اللي محطوطه فيها هنا في مصر بس دخلتها في منافسه قويه مع عربيات زي السيات اتيكا والدي اس 5 والميني كوبر كانتري مان. تويوتا سي اتش ار اثناء تصوير هذا الفيديو ال 1200 الرباعي التوربو ب 605000. بما ان العربيه بقت بتنافس في السوق الاوروبي فده خلاها تهتم بالتصميم فوق اي حاجه ثانيه، بما ان الاوروبيين هو ده اهم حاجه عندهم. التصميمات الاوروبيه هتظهر جدا في العربيه في المقدمه، من اول الفوانيس اللي جايه من بق العربيه لودانها، الخطوط الهجوميه بس بكل بساطه، يعني ميكس كده ما بين الاناقه والهجوميه. فوانيس الخلفيه ما اختلفتش كتير عن المقدمه، وبرده خطوطها حاده وتصميمها مستقبلي جدا، ويمكن هي اول عربيه نزلت التصميم دوت من الفوانيس، وهوندا سيفيك عملت لها كوبي في الموضوع ده. جوه الكابينه الموضوع لا يزال مستقبلي، التابلو خطوطه عصريه جدا، وتم الاتجاه لالغاء الازرار وبقوا يخلوها من جوه الشاشه افضل، وده كويس ووحش. كويس لان التابلو بقى اهدى والمساحات بقت افضل، ووحش لان كل حاجه انت هتحاول تعملها هتاخد منك وقت. الشاشه حجمها الكبير ومكانها الغير مناسب هيسرق انتباهك عن الطريق على طول، ده بجانب ان النظام نوعا ما بطيء الاستجابه. الخامات الداخليه ما هياش افضل حاجه، في حتت كتير جدا فيها بلاستيك وده شيء غير منطقي في الفئه السعريه دي. بس في نقطه جميله جدا وهو تصميم الجوهره او الدايموند اللي هتلاقيه في الابواب وعلى التابلو وفوق الزراير، حتى السقف عليه الديزاين ده. مساحات التخزين قدام جيده، ووضعيه الجلوس مريحه جدا، وتصميم الكراسي ممتاز ورياضي بحت، وهيوفر لك الدعم الكامل في جميع الاوضاع، وتقدر تظبطه في جميع الاتجاهات اللي حاببها، ولكن الضبط مانيوال. مساحات التخزين ورا مقبوله، وزاويه فتح الشنطه عملاقه، يمكن شفة التحميل عالية شوية، ومساحة الشنطة 377 لتر بس. المساحات الخلفية كويسة، وزاوية الدخول قد تكون مزعجة للبعض، وده بسبب التصميم العصري للعربية، وقايم العربية اللي جاي شوية على حساب مساحات الرؤية الخلفية. مساحة الرأس جيدة ومساحة الركبة جيدة، حتى بعد ما ظبطت الكرسي اللي قدام كأني أنا اللي قاعد فيه. الكنبة اللي ورا تشيل 3 مرتاح بسبب وجود نفق فتيس بسيط جدا، وبالنسبة للعربية كروس اوفر رباعي فهو نفق فتيس يكاد يكون مش موجود اصلا. واخيرا الزجاج الخلفي صغير جدا ومساحات الرؤيه فيه تكاد تكون معدومه، فالحمد لله ان العربيه فيها سنسورز تساعدك على الركنه، جانب ان الشباك صغير جدا، انا حاسس ان انا محبوس. اتش ار بتنزل بموتور 1200 سي سي توربو بيخرج 115 حصان مع 185 نيوتن لكل متر، ومتوصل بفتيس سي في تي مع دفع رباعي بيتسارع من 0 ل 100 في 10.9 ثانيه. بشكل عام استجابه الموتور ممتازه، والتجربه اقرب ما يكون لانها تكون رياضيه، وفي لاج بسيط كده للتربو، ولكن الفتيس دايما هيزنق الموتور في حته عاليه عشان يديك الاداء اللي انت محتاجه على طول وقت ما تدوس برجلك. التحكم كمان جميل جدا وناعم، والدركسيون هيديك الفيدباك اللي انت محتاجه، والعربيه هتروح مكان ما انت عاوز بالظبط. بشكل عام مفيش بادي رول في العربيه، وفي اختبار الموس تيست فضلت سيف معاهم لحد سرعه 76 كيلو متر، وده رقم ممتاز جدا في الفئه اللي موجوده فيها العربيه دي، في حين ان عربيه من منافسين زي نيسان جوك مثلا اخذت السيف لحد سرعه 72 كيلو متر بس، يعني فرق 4 كيلو، وده رقم مش قليل في الاختبار ده. تفاعل العفشه مع انها رياضيه ولكنها هتمتص الصدمات بقدر الامكان ومش هتحسسك بالمطبات اللي في الطريق. اما عن عزل الضوضاء فهو كويس جدا الحقيقه، صوت المكنه مش مسموع جوه العربيه مهما دوست، ويمكن الحاجه الوحيده اللي اخدها على العربيه ديت هو ان صوت الرياح على السرعات العاليه بيبان شويه. بالنسبه للامان فهي متالقه جدا في الموضوع ده، وفي اختبار اليورو نكاب اخذت 5 نجوم من اصل 5 نجوم، وبتيجي في حفنه كبيره جدا من انظمه الامان انا نفسي مش عارف احفظها. واخيرا فيها حاجه كده مش موجوده في اي عربيه ثانيه. نشغل بقى ايه الاوتو بارك، ايوه ندوس هنا indicator to select side، السايد ده stop then reverse check surrounding، هوبا هو بيلف اهو، هوب drive forward. ها ايه يالا ده تيك اوفر حبيبي. طيب ايه ملخص بقى التويوتا سي اتش ار؟
سي اتش ار هتقدم لك تجربه قياده ممتعه جدا ومتفرده، ويمكن مش هتلاقيها في معظم العربيات اللي موجوده في الفئه ديت. سي اتش ار هتنفعك لو انت بتدور على توفير وقود ومساحه داخليه وتجربه قياده مختلفه. يمكن العيبين الوحيدين بس اللي هاخدهم على العربيه ديت، هو اول حاجه ان العربيه بتنزل من غير فتحه سقف، تاني حاجه انها مش تنفعك قوي لو اهم حاجه عندك هو مساحه الشنطه الخلفيه. مساحه الشنطه صغيره شويه، ومع ان الكراسي الخلفيه قابله للطي، ولكن حتى لما الكراسي هتتني فانت هتلاقي فرق حوالي 10 سم ما بين قاعده الشنطه ومستوى الكراسي لما بيتقفل، فهي تفصيله غريبه بصراحه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اعمل لايك كومنت وشير عشان الفيديو ده يوصل اكبر عدد من الناس، واعمل سبسكرايب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد، ولايك البيج بتاعتنا على الفيسبوك عشان يوصلك اخر الاخبار. لو عندك اي عربيه حابب نعمل لها ريفيو يا ريت تكلمنا، وساعد المواتير بالعربي انها تنتشر وتتفرج على اليوتيوب. انا طارق عبد الله من المواتير بالعربي، البروفايل بتاع الديسكربشن. سلام.